ورحمة الله. جالنا استفسار بخصوص ايه الخمس عطور انا بستخدمهم من بعد ما عملت فيديو افضل 5 انواع وتجارب عطرية اللي عملناه على القناة. الحقيقة الانواع اللي احنا ذكرناها في الفيديو هي ترشيحات كويسة عطرية انا بستخدمها برضو، بس النهاردة هديلك 5 انواع كويسين جدا هيعملوك براند، هيميزوك كده بشكل كاريزماتيك كويس اوي. اول حاجة توم فورد من بلاك اوركيد، من العطور اللي فيها اصناف انجريدينتس كويسة جدا من خلال الخامات العطرية اللي فيها، سواء قلب العطر او قمة العطر او قاعدة العطر. بيدي ثبات عالي، فوحان عالي. العطر دوت ممكن يقعد معاك 4 ايام، وفي اوقات تانية لو جايبه من مكان موثوق فيه هيقعد معاك مثلا ما يعادل 5 ايام. ده ثبات على الهدوء. تاني عطر هو اكوا مان بلغاري، من العطور العالية جدا، فيها فخامة وريحتها جميلة جدا جدا، اتمنى تجربوه. تالت عطر هو عطر نيش قصة من امبريال فالي. البرفان دوت هو مزيج بالنسبة لنا من كتجربتي الشخصية، مزيج ما بين العود ومزيج ما بين الانواع الغربي، ولكن هو في الاساس هو نوع نيش من الانواع الفخمة جدا، الانواع اللي معمولة بحرفية عالية جدا، واللي بيستخدمه هيشم فيه الاتجاه العود القوي والاتجاه الشرقي العنيف اللي هيديلك تميز جدا. بس بالنسبة لان العطور اذواق، فممكن يعجب ناس وناس تانية ما يعجبوش، بس انا بالنسبة لي هو يعني مميز جدا. رابع صنف بقى، وده بقى ياخد معايا انا اتجاه كويس جدا، هو ان برفيوم عود مود، من انواع العود العالية جدا، زائد لما تحط عليه مثلا كميكس عود مود زائد توم فورد عود، اتجاه تاني خالص، اتجاه تاني خالص، توريلك برفيوم بجودة عالية في العود. لما تيجي بقى نقارنهم بحاجات في الامارات، انا اقول لك ده يكسب، الميكس ده حقيقي يكسب جدا. طب ايه الاتجاه الخامس اللي انا بنصح بيه؟ بنصح ببرفيوم سوفاج. سوفاج من العطور اللي تنفع في اوقات كتير جدا، وانت خارج مع صحابك، وانت رايح الجامعة، وانت رايح بتقضي مشوار في الشغل، ولا رايح مكان. برفيوم سوفاج هو من العطور الفريش اللي بتناسب الرياضيين برضو، وبتناسب الشباب الفئة العمرية ديت، وجميل جدا. وطبعا على فكرة برفيوم سوفاج من البرفانات اليونيسكسي اللي تقدر تستخدمها النساء ويستخدموها الرجالة، ومميزين جدا، ويا رب يعجبوكم.